راس الحكمة ولا العلمين؟ العلمين ولا راس الحكمة؟ لو محتار تابع معايا لآخر الفيديو وأنا هقول. أنا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية، والنهاردة هنتكلم بالملخص والمفيد عن المدينتين راس الحكمة والعلمين، أهم منطقتين استثماريا في الساحل الشمالي. ونبدأ بالعلمين واللي تعتبر امتداد عمراني للجيل الرابع، وأول مدينة متكاملة بتضم ناطحات سحاب على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ده غير الجامعات والمدارس والمناطق الصناعية والإدارية، وكمان القصر الجمهوري ومبنى مجلس الوزراء، يعني بالبنط العريض العاصمة الساحلية للجمهورية الجديدة. والعلمين مدينة عايشة بالفعل، ومستهدف ان عدد سكانها يوصل ل 2.5 مليون في نهاية 2030. يعني زي ما قلنا التطور الطبيعي لمدينة الإسكندرية بجمالها والطابع المعماري المميز ليه. ومن أشهر الأحياء الموجودة حاليا في العلمين الحي اللاتيني، اللي واخد نفس الطابع المعماري بتصميماته وألوانه المبهجة، حاجة كده تفتح النفس. ده غير بقى كومباوندات سكنية لمطورين كبار زي بالمي هيلز وسيتي ايدج والمصرية السعودية والكازار. اما بقى لو بصيت على منطقة الداون تاون والعلمين ارينا فهتلاقيها متحوطة باطول ناطحات سحاب على ساحل البحر الابيض، باكتر من 30 ناطحات سحاب لارتفاعات بتوصل ل 50 دور. فلو بتدور على مدينة سكنية متكاملة وفريدة من نوعها فالعلمين هيكون انسب اختيار ليك. ولو غاوي استثمار فاوعى تفوت الابراج الساحلية اللي مش هتتكرر في افريقيا كلها. اما بقى لو انت من حزب امسك العصاية من النص فهتلاقي كومباوندات سكنية على اجمل بحر في الساحل كله. اظن بقى كده فهمنا اسكندرية ليه، قصدي العلمين ليه. انا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية، اول محتوى مرئي عن اخبار العقارات في مصر. لو عجبك اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.